مطلوع خفيف ريش راح تحمروا به وجهكم، وخاصة سميد 100%، ما فيه لا فارينة ولا حتى شيء. تبعوا معايا الوصفة. في ان ريسيبيون نديروا كاس ماء دافي تقريبا، هذا يوزن لي 200 مليلتر، مع كاس نتاع سميد رطب، مع مغرفة تاع السكر، مغرفة تاع الخميرة تاع الخبز. نحركوا هاد المقادير، نغطوهم ونخلوهم يخمروا حوالي 4 ساعة. من بعد حنا اكوتي نزيدو نص كاس تاع حليب دافي، نديرو فيه ملعقه نتاع الخل، ملعقه كيما راك تشوف فيها تاع الديسير. نخلطوها مليح بين ما تتفاعل هذيك الخميره. نزيدوها الخميره تاعنا، نزيدو عليها كاس تاع سميد رطب مع بعض الحبوب على حسب الاختيار تاعكم، ملعقه تاع الملح، ونخدمو بلي كروشي تاع الباتور. هو اللي راح يدير لنا جميع العمليه من الاول للاخر تاع الدليك. غير يدخل السميد الاولاني هذاك اللي زدناه، نزيدو نص كاس سميد واحد اخر، ونكملوا نخدموا بالباتور كيما راكم تشوفوا حتى نصيبوا السميد دخل مليح في العجينه. نغطوه ونخلوه يريح 10 دقائق. من بعد نعاودو نجبدو السميد تاعنا ونزيدو نعجنو بالكروشي نتاع الباتور. في كل مره راح نستعملوه لمده 3 دقائق 4 5. من بعد نغطو ونخلوه يخمر. العمليه دي راح نكرروها 3 مرات. نفس الشيء بعد ما خمر 10 دقائق ولا 4 ساعة نزيدو نخدمو بلي كروشي تاع الباتور، هو اللي راح يدير لنا عملية الدلك. ما تحطي يدك، ما تكسرش راسك، والنتيجة راح تنبهري بهذا المطلوع. فوالا. المرة الأخرانية نديرو 2 ملاعق نتاع الزيت وندخلوهم مليح دائما بلي كروشي تاع الباتور في العجينة تاعنا كيما راكم تشوفوا. نغطوه هاد الخطره ونخلوه يخمر حتى يدوبلي مليح الفوليوم. تقريبا 20 دقيقه ولا تمتم راح يخمر. كيما راك تشوفي العجينه راح تكون فريمون تتلاصق. نديكازيوها كيما شفتي. انا جاوني هنايا 3 خبزات. فوالا. نديرو خبزات صغار ونرمدوهم مباشره في السميد نتاعنا. السميد رطب من الاحسن. نخلوهم 5 دقائق يرتاحوا قبل ما نقرصوهم. من بعد نقرصوا الخبز تاعنا ونزيدو نخلوه يخمر مره اخيره. هاد المره ماش حيطول لكم الخميره، تقريبا 10 دقائق 4 ساعات نصيبوه خمر. يكون الطاجين سخناه من قبل، نطيبوه في الطاجين كيما راكم شفتوا. نغطيوه بسنيوه ولا ان بلاطو ولا باش حبيتو ان كوفركل، باش راح يساعد في الطياب تاع الخبز ويجينا خفيف بزاف بزاف ويخمر ويطلع تخي بيان. كيما راكم تشوفوا النتيجه يجيكم مطلوع رائع. راح يقعد يومين 3 ايام ما ينشفش ويجي بنين. ما تنساوش لايك بارطاج.